التربية الإيجابية، وما هي التربية الإيجابية؟ يعني أربي أولادي إزاي؟ ما أنا كلنا بنربي أولادنا على مفهوم التربية الإيجابية، ده اللي احنا بنكون فاهمينه واحنا بنربي أطفالنا، إلى أن نفاجأ في مرحلة معينة بعوارض وأعراض احنا في البداية بنتعامل معها على إنها أشياء عادية، إلى أن تتحول إلى عارض مرضي، فنرجع تاني للبدايات، أنا ربيت أولادي إزاي؟ عشان كده انضمت لنا على الهواء مباشرة دكتورة دعاء حسين، استشاري الصحة النفسية ومؤسس مبادرة أطفالنا أغلى حاجة في حياتنا. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا نتفق الأول كده بمفهوم علمي، يعني إيه تربية إيجابية؟ تربيه ايجابيه طبعا التربيه كتير جدا ناس، يعني كتير امهات كتير جدا بتتكلم انها بتستهتر بالتربيه الايجابيه، لكن حد ذاتها التربيه الايجابيه هي التربيه المبنيه على الحوار بيننا وبين ولادنا، النقاش، التواصل المستمر بيننا وبين ولادنا. فقدنا الفتره دي كتير قوي ان احنا فعلا ما بقاش في وقت عندنا ان احنا نتواصل مع ولادنا. فالتربيه الايجابيه مش تربيه بالعنف، ولا التربيه بالاوامر، ولا التربيه ان انا اسيطر على ابني او على بنتي يبقى انا كده بربيه تربيه ايجابيه. لا، التربيه الايجابيه ان انا احتضن الطفل، احتويه، اديله كميه من الحنان واديله، اعمل له اشباع عاطفي. كتير برضو اطفال تلاقيهم عندهم فراغ عاطفي، فبتلاقي سلوكياتهم بينعكس ده كله على سلوكياتهم. الدليل ان هم ما فيش عندهم حب، ما فيش عندهم حنان، ما فيش عندهم احتواء داخل الاسره. فالتربيه الايجابيه حد ذاتها هو الاحتواء والحب، وان احنا فعلا نحتوي اولادنا ونبطل نعنفهم. وان احنا الاول احنا اتفقنا على المفهوم البدايه، اذا التربيه الايجابيه هي الاشباع العاطفي، هي الاحتواء، هي الاهتمام بالطفل، هي الحوار. الحوار والنقاش المتواصل بين الطفل. النقاش المتواصل، من امتى ابدا اعمل النقاش المتواصل وباي لغه؟ والله التواصل ده من بدايه الطفل وهو في بطن مامته. انت متخيله حضرتك الطفل وهو في بطن الام فعلا بيحس بمامته؟ لما بنيجي نلاقي الام وهي حامل بنقول لها ما تزعليش كتير ولا تتضايقي ولا تعصبي، صحيح. لان العصبيه دي فعلا بتوصل للطفل من جوه. نقول لها دايما اسمعي حاجات موسيقى هاديه، اسمعي قران كتير، خليكي دايما ريلاكس في فتره الحمل، لان العصبيه والتوتر والقلق اللي بتتعرض ليه الام في حياتها، لو في مشاكل عندها زوجيه، لو اتحطت تحت ستريس عصبي او حاجه، فعلا الطفل بيتاثر من جوه. وبتلاقي الطفل فعلا بينزل الطفل بعد كده عصبي وبيزن كتير جدا وبيعيط كتير وهو في فتره لسه بيبي مولود. فتخيلي التواصل ده بيتم من القبل جوه داخل الام من جوه في الرحم. بعد كده اما بينزل الطفل الدنيا وكده، بنقول للام برده اتكلمي معاه كتير، تقول لك لا هو مش فاهم، هو مش مجمع، او مش حاسس بيا. لا، الطفل بيبقى حاسس. بنقول للام دايما ونوعيها ان انت تتكلمي معاه طول الوقت، حتى وانت بتغيري له وانت بترضعيه، انت بتعملي له حاجاته الشخصيه، لا اتكلمي معاه كتير جدا، هو سامع وفاهم على فكره وكل حاجه، وبيخزن كل الكلام اللي انت بتقوليه. ففكره التواصل نفسها والحوار بتبتدي من هو الطفل داخل الام. اذا الحوار منذ كان يعني جنينا في رحم الام، اتولد وشاف الدنيا، نبدا نكلمه. اي حوار تكلمه لازم الام تبقى مؤهله عشان نطبق لكل مقام مقال. يعني وهي لو فهمت ان الطفل ده البيبي ده هتكلمه، هتقول له ايه بقى؟ يعني هي بتغير له جمل على سبيل المثال يا دكتور. الكلام بسيط جدا يعني. حتى تعالى انا مثلا هتاكل ايه النهارده، تعالى نروح النهارده فين، هنلبس ايه النهارده، هناكل. حتى لو هي بتتعامل معاه لانه مش مدرك بالعقل، بتتكلم في اي حاجه معاه، اي كلام هي نفسها تتكلم معاه فيه بتتكلم معاه فيه. خلي بالك انت كده بتنمي الحصيله اللغويه عند الطفل. لو الطفل عنده شهور بتقعدي تتكلمي معاه برده بيفضل بيركز، ده كله بيخزنه داخل المخ. صحيح. عشان كده في اطفال كتير جدا من اللي متاخره في الكلام، بتلاقي الام هي عندها ما فيش اصلا لغه حوار بينها وبين ولادها، ما تبقاش فاهمه كده. تقول لك هو فاهم، لا هو فاهم حضرتك، فاهم كل حاجه وبيسمع وبيخزن كل الكلام اللي بتقوليه. بيبتدي الطفل من بعد سنه يبتدي يطلع الكلام ده كله، ويبتدي يتكلم ويقول ماما بابا، ويبتدي الطفل فاهم. بيقول لك في فرق بين طفل يقول لك لبك، وفي فرق بين طفل ساكت ودايما مكسوف وخجول ويقول لك عنده حرمان بيئي. يعني ايه حرمان البيئي؟ الحرمان البيئي ان تلاقي الاسره اللي هو عايش فيها فقيره. فقيره في ايه؟ مش فقيره ماديا، فقيره في التواصل، لغه التواصل، الحوار بينه وبين مامته او باباه. الاب نفسه اللي بيقول لك لا اتكلم اقول له ايه، مجرد ما الاب بيطبطب على الام وهو لسه جنين في رحم امه بيحس بالاب. بتلاقي الطفل فعلا بينزل ان هو مرتبط بباباه. لو الطفل بعيد عن باباه نفسيا وهو مش مقرب منه كتير، هتلاقي الطفل فعلا بعد كده بيبقى بعيد عن الاب، ما بيبقاش قريب منه. ده هي بتبقى كده، هي فطره من عند ربنا سبحانه وتعالى. تمام يا دكتور. طب دكتور دعاء، إذا حصل هذا التواصل وحصل اللي حضرتك بتكلمي عليه والإشباع العاطفي، هل ده بيكون نتاجه بشكل حتمي إن الطفل بيطلع سوي وبيطلع عنده نوع من التوازن النفسي؟ هل دي معادلة مضمونة 100%؟ لحد ما لا، هنقول 90%، لأن الطفل بيتعرض لتغيرات كتير جدا. وسائل السوشيال ميديا، المجتمع الخارجي، بعد كده لما الطفل بيخش بقى الحضانة والمدرسة، ما بيبقاش الأسرة بس هي المؤثرة في الطفل.
البيئه الاولى هي الاسره اللي هي الام والاب، بعد كده لما بيخرج للمجتمع الخارجي بيتعرض لحاجات كتير جدا بره، فده بيبقى عامل برضو متغيرات بتاثر على الطفل. بتبقى الام بقى هي بقى بتحاول على قد ما تقدر تكيف الطفل على المتغيرات دي. السوشيال ميديا لما بيروح المدرسه، لما بيروح النادي، بيشوف اصدقائه، بيتعرض لموقف معين بره، حد اذاه نفسيا، اتعرض لا قدر الله التحرش، الحوادث اللي بتحصل له بره، فدي متغيرات بيتعرض لها الطفل بره. فمش عايزين نقول 90% بيبقى سوي نفسيا او 100 او 100%، لازم هنقول بنسبه اقل شويه ان هو بيبقى عنده شويه مثلا توتر، قلق، وده بيبقى المعالجه بقى من ناحيه الام والبيئه والاسره اللي هو عايش فيها. لو الام مش قادره تتعامل معاه وحست ان المشكله كبيره، بتستعين بمختص نفسي ان هو يساعدها ازاي تتعامل معاه صح. اذا احنا مفهومنا بالشكل العادي كده ان التربيه الايجابيه ان انا طول الوقت اطبطب واقول له برافو واقول له حبيبي شاطر. لا حضرتك، لا يقول لك لا مش طبطب وبرافو على طول انت صح وعلى طول انت جميل. لا بالزبط. لازم يبقى في صواب وعقاب. ايوه لازم الطفل لما يغلط وان هو يغلط افهمه بطريقه كويسه. هي دي التربيه الايجابيه، ان انا افهمه واتحاور معاه واتناقش معاه في المشكله واقول له الصح، واقول له مثلا لو قرار معين لا ليه، يبقى فاهم ابني لا ليه القرار ده، واشاركه القرار، واشاركه ان انا قلت له لا ليه، افهمه سلبيات الموضوع وايجابياته. مش معنى ان انا افرض رايي على الطفل واقول له لا ما تروحش المكان الفلاني، او لا ما تخرجش مع اصحابك، او ما تعملش كذا، لا اقول له لا ليه. ما اكلش، يعني في اطفال كتير جدا امهات تقول لي بيشتكوا جدا من موضوع الاندومي، عايزين دايما ياكلوا اندومي طول الوقت بدون ذكر اسماء يا دكتور متفضل. يعني اكلات غير صحيه، يعني خلينا بشكل عام نقول اكلات غير صحيه بتضر اطفالنا، مش عايزين خلاص مش عايزين نذكر اسماء. بس نوجه للطفل نقول له ايه الاضرار اللي بتعود عليك من الاكله دي. مثلا السوشيال ميديا، التليفونات والاجهزه الالكترونيه، ايه الاضرار والسلبيات اللي انت بتتعرض لها من ده. تلاقي الطفل متعصب ومهايبر ومتضايق ان ازاي الام خدت منه التليفون، او ان هو كان بيلعب لعبه معينه وازاي خدت منه التليفون. بلاش بقى شده وبلاش عنف وبلاش ان انا ادي قرار كده واوامر لابني واخليه يتعصب ويهايبر. لا، طب ما انا افهم الطفل ان التليفون ده فيه سلبيات كتير، بتتاذي في حاجات كتير جدا بتتعرض لها وانت مش عارف ان ده غلط. اول حاجه صحتك، ممكن نظرك يضعف، ممكن يبقى عندك عدم انتباه وتركيز، ياثر فيك في المستوى التحصيل الدراسي. فاقعد افهم الطفل السلبيات الناتجه من الموضوع اللي هو بيعمله ده. ما ينفعش ان انا ادي قرارات وعنف الطفل وادي له اوامر وهو يرفض ده، وفي الاخر تلاقيه يخش بنتيجه عكسيه، ان هو يبتدي يتمرد عليا ويعند ويتعصب ويعمل سلوكيات احنا طبعا في غنى عنها. فاهم حاجه لغه الحوار، وان احنا الاقناع اهم حاجه للطفل في الحاجه اللي احنا عايزينها. والالحاح كمان عن المعلومه يا دكتور، بمعنى فيما يتعلق بالتليفونات والسوشيال ميديا وكده، خلاص هم جيل اتولد في هذه الاليات ودي في متناول الجميع، يعني مالهاش علاقه باي مستوى اجتماعي او مادي حتى. والله يا استاذ رجاء انا بيصعب عليا جدا الاطفال الصغيرين، مش كده بصراحه، يعني مشتتات كتير جدا حواليهم، الحاجات اللي بره التليفونات والسوشيال ميديا واللي بيسمعوه واللي بيشوفوه، الفيديوهات اللي بيشوفوها على السوشيال ميديا، بصراحه انا بشفق عليهم يعني. عشان كده انا بقول يعني بوجه ومن خلال مبادرتي ان انا فعلا عايزه الامهات والاباء فعلا يسلطوا الضوء على اولادهم ويركزوا معاهم على قد ما يقدروا ويبعدوا، يعني نخلينا احنا اصلا نهتم بيهم ونفضي وقت من وقتنا على قد ما نقدر ان احنا نقعد نتكلم معاهم، ويبقى في رقابه كامله من الاب والام، نشوفهم بيشوفوا ايه، بيسمعوا ايه، ومتابعه، ونناقشهم في الحاجه اللي هم بيتفرجوا عليها وبيشوفوها. ما ينفعش ان انا اسيب قدام التليفون حتى لو مسلسل ولا فيلم تلفزيوني، اناقشه في الموضوع واقول له ده كذا وده كذا وافهمه الموضوع يوصل له ازاي. ولاد كتير صغيرين ومراهقين بيتفرجوا على مسلسل او فيلم وبيوصل لهم بتلاقي سلوكياتهم اتغيرت وبيقلدوا اللي بيشوفوه قدامهم. فلازم على قد ما نقدر نوجه ولادنا على كده. ده كلام مهم جدا. طب خلينا نتكلم لو الطفل عدينا مرحله الطفوله الاولى لغايه سن 6-7 سنين، وحد من الساده المشاهدين بيتابعنا دلوقتي وما اتخذش من المنهج ده او كان بيشتغل يعني في جزء موجود وجزء غير موجود، ادراك ما فات بقى ندركه ازاي؟ هل من خلال عيادتك النفسيه؟ كلمينا على اكتر الحاجات اللي شفتيها لو الاسره تداركت في مراحل عمريه مبكره، زي المشاكل اللي ممكن يتعرض لها الطفل، مثلا تدخل مبكر مثلا للطفل. التدخل المبكر العلاجي، بمعنى انا ما ربيتش ابني على المفاهيم اللي حضرتك بتتكلمي عنها، تمام، وطلع الطفل حاسس بالوحده، راح المدرسه ما بيتكلمش، مع ان الام تقول ده كان في البيت بغبغان، سوري في اللفظ، بيتكلم كويس جدا، بس اول ما اتعرض للمدرسه اصبح كلامه فيه تلعثم او عنده رهاب انطوائي او اجتماعي، حاجات بالشكل ده. طيب الام تقدر تتدارك والاسره بشكل عام تتدارك ده في السن ده في الفتره دي، هل فات الاوان
ولا في علاج وفي تدارك؟ لا بص حضرتك، سن 6 7 سنين بتبقى الموضوع شويه كويس، اللي هي التدخل المبكر في السن ده بيبقى كويس الى حد ما. اللي بيتعبنا فعلا سن المراهقه، لان بيكونوا عدوا على مراحل كتير جدا، وان هم فعلا دماغهم اتبرمجت وافكارهم على الفكر وعلى السلوك اللي هم ماشيين بيه. لما بتيجي طفل، بيجي لي طفل 6 7 سنين، لا بتبقى الموضوع سهل شويه، ان الام كمان هي اللي بتبقى متحكمه في الطفل شويه، وهي اللي قادره تساعده ان هي يتخطى القرار يعني. السلوك ده. وفي نفس الوقت احنا بفهم الام، بيبقى في جلسه ارشاد اسري، ان انا لازم يبقى 50% على المختص النفسي و50% على الاسره اللي هو الاب او الام، ان لازم فعلا ينفذوا اللي انا بقوله، لازم ينفذوا التعليمات صح. انا ممكن اشتغل مع الطفل كويس جدا واجيب نتيجه كويسه معاه جدا، لكن الناحيه الثانيه الجزء الاسري فين؟ لو الام ما نفذتش التعليمات اللي احنا بنقولها، وجلسه الارشاد الاسري اللي احنا بنوجهها للام والاب، كده النتيجه طبعا هتبقى عكسيه. الطفل يبقى كويس جدا معايا في السيشن وكويس وبيسمع الكلام وكل حاجه، تيجي تقول لي في البيت لا ما بينفذش اي حاجه وما بيسمعش الكلام. نفذنا اللي احنا قلناه؟ هل غيرنا طريقتنا في التعامل مع الطفل، اسلوبنا، طريقه الحوار معاه؟ فده طبعا بتبقى متابعه معايا، وبتجيب نتيجه كويسه جدا لو الام ايجابيه ومتقبله الكلام، وقادره فعلا تحط ايديها في ايد الاب، ويتعاونوا الاثنين سوا ويخرجوا الطفل من المشكله اللي هو فيه. بس بتبقى نسبه 90% من مشاكل الطفل بتبقى ناتجه من الاسره. مشاكل الاسريه، خلافات زوجيه، بتلاقي الاب مثلا بينفذ اللي حصل له ايام ما كان هو صغير في التربيه اللي هو اترباه والتنشئه اللي هو نشأ فيها، بينفذها في اولاده. يعني لما بقعد مع الاسره فعلا بكتشف حاجات كتير جدا بتبقى نتيجه الاسره، وبتبقى نتيجه برضو صدمات واضطرابات نفسيه بتبقى موجوده عند الاب والام. حالات كتير جدا ببتدي اعالج الاب والام الاول قبل ما اعالج الطفل. اكيد لان هم اصلا هم عاملين اسقاط على الطفل بمشاكلهم اللي جواهم كلها غصب عنهم، على فكره بتبقى غصب عنهم. وهم غصب عنهم بتبقى الظروف دي تعرضوا ليها هم صغيرين، هم اطفال صغيرين في الاسره اللي اتربوا فيها، وللاسف بينعكس ده على اولادهم. غير بقى الخلافات الاسريه والزوجيه الموجوده اصلا بين الزوج وزوجه نفسهم في الاسره. يعني احنا بنعالج المنشأ بتاع الاب والام. اكثر السيناريوهات تكرارا من خلال العياده الصحيه اللي هي خلت حضرتك تقولي لا لابد من حاجه، لابد اعمل حاجه، اعمل مبادره، وكانت المبادره اللي اطلقتيها من فعلا فكره المبادره من سنتين تقريبا، 3 سنين بالظبط. 3 سنين مش هي جت الفكره من كده، من كتر فعلا المشاكل اللي بتجيلي في العياده، الجلسات. انا فعلا من طبيعتي ان انا كمان حنونه وعاطفيه، او يعني بتعاطف مع الاطفال الصغيرين وبحبهم جدا. فلما بلاقي طفل صغير كده عنده مشاكل سلوكيه كتير، والام ما بتبقاش عارفه تعمل ايه، على الرغم ان الام بتبقى كويسه فعلا سلوكيتها كويسه، بس هي ما عندهاش وعي، مش فاهمه تتعامل مع الطفل ازاي. هي بتقول لي يا دكتور انا مش عارفه اعمل معاه ايه. لما بقعد مع الام واتكلم معاها واعرف تفاصيل حياه الطفل، بلاقي الام زي ما كنت نورتي حاجه في دماغها كده. انت فعلا يا دكتور كلامك صح، انت فعلا نبهتيني نقطه معينه كنت غافله عنها، ما كنتش عارفه اتعامل معاه صح ازاي، ما كنتش عارفه اما يتعصب مثلا او يطلب حاجه معينه ازاي اتعامل معاه، اما يكون في مقارنات بينه وبين اخواته ما كانتش تفهم ان ده ياثر على الطفل، اما يكون مثلا توبيخ او ان انا اقلل منه، او ان انا مثلا اقول على سلبياته كتير واركز عليها. ان هي مثلا تحكي مع اهلها، مع ماما، مع بابا، مع الجدود، ان انت بتعمل كذا، انت بتعمل كذا، طب ما انت بتثبتي السلوك. هي مش فاهمه بقى ان ده بيضايق الطفل. فخلي بال حضرتك كل الحاجات الصغيره دي كلها ممكن تكون عند الام مش واخده بالها منها، بس بتبقى مهمه عند الطفل، تاثر عليه نفسيا جدا. التنمر حتى لو اتعملت بشكل عابر، حتى لو اتعملت بشكل كوميدي مرة. بشكل يعني التنمر حضرتك مش بشكل كوميدي. اقصد اقول لو مره في قاعده كده بيزورني عمي وولاد عمي، او بتزورني خالتي وولادها، وبعدين ماما قالت كده بشكل كده عائلي، يعني في حميميه كده، ده طول الوقت كسر في الحاجه، طول الوقت بيكسر في. خلي بال حضرتك العقل الباطن بيخزن الكلام ده، حتى لو مره واحده. حتى لو قالتها مره، الطفل ذكي جدا بياخد الكلمه وبيركزها في دماغه، وبتتركز في دماغه فعلا، والسلوك بيبقى خلاص ثابت عند الطفل. زي الطفل اللي يجي يقول لك مامته دايما تقول لك ده عينه دي، الطفل ده ابني ده عصبي جدا، ما حدش يكلمه يا جماعه، ده بيتعصب. تروح في المدرسه تقول له يا فندم ما تتكلميش مع ابني ده بيتعصب، ما بيشوفش قدامه ما بيتعصب. طب ما انت بتتكلمي قدام الطفل كده، الطفل هيزيد في السلوك للاسف، وهيبتدي يأذي زمايله، هيبقى عصبي فعلا طول الوقت، وهيطلع على كده. هتلاقي زوجه عصبي، وهتلاقي في شغله عصبي، وفي كل خلاص انت ثبتت سلوك العصبيه عند الطفل. حتى لو هو مش كده، ان هو حاجه طارئه مثلا في سلوكياته ممكن تتعالج، انت بكلامك ده ثبتيه عليه، اصبح طبعا خلاص بقى طبعه كده، وما تقدريش تغيريه. خلاص ممكن يوصل لسن 40 و50 سنه وخلاص كبر واتجوز وعنده اولاد وعصبي مع اولاده وبينفعل جدا. وده كله نتاج قالتها الام. خلي بالك الطفل من سن الولاده لسن 5 سنين هي دي المرحله اللي بتتكون فيها شخصيه الطفل. بتحطي كل حاجه زي الورقه البيضاء كده، بتبقى الورقه البيضاء خالص بيور خالص. احنا بنبتدي نحط بقى السلوكيات بقى، هل بتضيفي على الورقه دي سلوكيات سلبيه ولا سلوكيات ايجابيه؟ ده كله بيرجع للاسره والبيئه اللي نشأ فيها. الطفل بيبقى نازل ما يعرفش اي حاجه، بيشوف امه، يعني احنا مرايه لاولادنا. انا بشوف ماما بتتعصب هطلع عصبي زيها، بابا بيتعصب هطلع عصبي، ماما على طول بتعيط ومخنوقه هتلاقي البنت طالعه
عندها هشاشه نفسيه ودايما زي ما هو بتعيط وبتتضايق بسرعه بتنفعل بسرعه، هتلاقيه زيها. فكل سلوكيات الاب والام بتنعكس على اولادنا. فعلى قد ما نقدر نخلي ولادنا فعلا افكارهم وسلوكياتهم ايجابيه. مفيش من يعني ولادنا مش اسوياء 100%، يعني على المستوى اللي احنا شايفينه كله ولادنا مش اسوياء بسبب اللي بيشوفوه اللي بيتعرضوا له بره. بس على قد ما نقدر نسعى ان ولادنا يبقوا كويسين، نحسن منهم، نخليهم اسوياء نفسنا على قد ما نقدر. طب دكتور، خلينا نتكلم على العوامل الاخرى المؤثره في نشاه الطفل بالاضافه للاسره. هو طلع لسن المدرسه وبدا بقى يقابل زمايله والمدرسه والمدرسين. انا مش هتكلم على الموبايل والسوشيال ميديا خالص، انا هتكلم بقى على الكائنات البشريه اللي بيتعامل معاه، النادي، اصحابه وهكذا. الى اي مدى دول مؤثرين هم كمان في النشأ؟ ده بيقول لك الصاحب ساحب. يعني طول ما انا بصاحب زميلي صديقي ده دايما بنفهم ولادنا ان انت الصاحب اللي شبهك في روحك، في اخلاقك، في تربيتك. اما تيجي البنت تيجي تقول لي مثلا، يعني ولادي صغيرين لسه اطفال صغيره، ما تيجي تقول لي زميلتي مثلا سلوكياتها بتعمل كذا، بتتنمر على اصدقائها مثلا، بتعنف ده بتعنف ده، هل انا اقول لها روحي صاحبيها وبايدك تبقى دي صديقتك؟ لا طبعا. لازم طبعا احنا يبقى عندنا وعي وان احنا فعلا نقرب من ولادنا ونتكلم معاهم كتير، نقول لها صديقتي دي بتعمل ايه، سلوكياتها ايه، اسرتها ايه، اتواصل مع اهل البنت ان انا فعلا عايزه بنتي تصاحبها، اعرف مامتها وباباها ايه، هل مثلا بيئه كويسه، هل سلوكياتهم كويسه، هل مستواهم الاجتماعي والمادي والثقافي زينا، مستوى البنت نفسها متقاربه معاها في المستوى الفكري، ان هي مثلا ما تبقاش البنت مثلا متفوقه البنت الثانيه مستواها متدني شويه في الدراسه، ما ينفعش اقول لها صاحب البنت دي لانها هتاخدها وتنزل بيها، هي مستواها هينزل زيها. فعلى قد ما نقدر نقول لاولادنا صاحبوا اللي شبهكم في الروح وفي الاخلاق وفي التربيه وفي الافكار وفي كل حاجه. واحنا واحده واحده بنفضل ورا اولادنا ومنتابعهم، مش مثلا ان احنا اقول لك ان انا اسيطر عليهم وابقى معاهم 24 ساعه وابقى مسيطره عليهم، لا، من بعيد لبعيد، واحده واحده نخليهم يعتمدوا على نفسهم، واحده واحده نخليهم ياخدوا القرار من نفسهم. بس بنيجي في مرحله الصداقه دي خاصه في الصغر يا دكتور، بنلاقي ان الولاد بيروحوا للاولاد التانيين، ممكن يكون الطفل مش متفوق دراسيا ولكن هو شخص لطيف وجذاب، وهو البونبونايه بتاعت الفصل والميس بتحبه، ده طول الوقت يضحك الفصل، ده طول، بس هو مش شاطر دراسيا مثلا، فابني او بنتي هينجذب لهذه الشخصيه. بيحصل كتير، نماذج كتيره جدا جدا بيحصل كتير، انجذب معاه واتكلم معاه واضحك معاه، ممكن اخرج معاه، بس حته الدراسه شويه ممكن انفصل شويه عنه، وفي نفس الوقت افهم الطفل اللي انت ما تندمجش معاه قوي في موضوع الدراسه وان انت ما تتاثرش بيه، لان ممكن الطفل ده يكون بيجيب درجات متدنيه، ودي طبعا فروق فرديه بين طفل وطفل، مش عايزين نقول الطفل اللي هو مستواه قليل ان هو طفل مش كويس، لا كويس ومتربي واخلاقيا كويس، بس دي بتبقى قدرات من عند ربنا، هي بتبقى كده فروق فرديه بين الطفل والتاني ومستوى ذكاء معين. يبقى انا اصاحب الطفل ماشي وابقى صديقه ليها واكلمها وكل حاجه، وفي نفس الوقت وقت الدراسه ما تاثرش، انت عارفه مذاكرتك وعارفه حدودك وعارفه هتذاكري ايه وتعملي ايه، ومستوى ذكائك ودراستك وتحصيلك الدراسي ما يقلش. ده طبعا بيبقى من ناحيه الام، هي طبعا تبقى موجهه وتبقى واعيه وعارفه ده كله، تبقى صديقه لبنتها وتفهمها ده كله. لو غابت كل هذه المؤثرات داخل البيت بقى، لغه الحوار كانت معدومه، الام حنينه وبتاكل وبتشرب وبتجيب هدايا وبتعمل حفله عيد الميلاد، لكن ما بنتكلمش مع بعض، ما فيش الاحتواء العاطفي، بمعنى انا باكل واوضته نظيفه وكله تمام واكل اكل صحي، ولكن ما بطبطبش، ما بديش ينجح واقول له برافو يا حبيبي واحسسه بالانجاز. ما ده الفرق. وعلى سبيل المثال ده بيكون نتاجه ايه يا دكتور؟ الامراض، اكثر الامراض شيوعا النفسيه اللي حضرتك واجهتيها في العياده النفسيه بتاعتك. خلي بال حضرتك في فرق بين بالنسبه لكلام حضرتك الرعايه والتربيه. الرعايه زي ما حضرتك ذكرتي دلوقتي، اللي انا فعلا اجيب احتياجاته، اعمل له عيد ميلاد، اجيب له الاكل والشرب، ادخله احسن مدارس، البسه احسن لبس، هي دي الرعايه. لكن التربيه الاحتواء، الحب، الامان، اهم حاجه يتوفر في الاسره. التربيه، القيم الاسلاميه، المبادئ الاسلاميه، ان انا اعرفه ازاي يصوموا وازاي يصلوا، واعرفه ازاي ثقافه جبر الخواطر وثقافه الانسانيه، ان يتعامل ازاي مع زمايله، ما يتنمرش على حد. خلي بالك السلوكيات الكويسه دي كلها الانسانيه، وان الطفل يبقى فعلا محترم وذو اخلاق عاليه، ده هيرجع للاسره. اما انا اطبطب على الطفل واحتويه واوفر له الامان داخل الاسره، ما يبقاش في عنف في الاسره، ده هيخلي الطفل سلوكياته بره مع الناس كويسه. فخلي بال حضرتك الرعايه تفرق كثير عن التربيه. صح. مش كل حاجه ان احنا نقول زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي. اكتر حاجه جات لي كانت بتجي لي امهات فعلا تقول لي انا جايبه له كل حاجه ومدخلاه احسن مدرسه واحسن موبايل في ايده وبيلبس احسن لبس، ومش عارفه ليه يا دكتور سلوكياته وحشه، دايما المدرسين بيشتكوا منه ودايما اصحابه بينفروا منه وبيبعدوا عنه. هي مش مدركه، هي فاكره كده ان هي كده موفره كل حاجه، موفره له كل الاحتياجات اللي هو محتاجها. لا، الطفل مش محتاج كل ده، في احتياجات نفسيه الطفل بيحتاجها، في احتياجات ان هو لازم تقعدي معاه وتتكلمي معاه، لازم تحضنيه كل يوم،
ان في دراسات نفسيه قالت ان الطفل بيحتاج ل 14 حضن في اليوم. انت بتوفري له حتى حضنين او 3 احضان في اليوم 14 حضن في اليوم عشان يبقى سوي نفسيا. انت عارفه الحضن ده نفسه كله طاقه ايجابيه. حضرتك اصلا لو متضايقه نفسيا وحضنتي طفل صغير على فكره بتاخدي طاقه ايجابيه عاليه جدا. صح. ده دراسات علميه دارسينها. الحضن بتاع الطفل خصوصا الاطفال الصغيرين بيدي طاقه ايجابيه، وخصوصا السن اللي هم المواليد الصغيرين. بيقول لك دايما عايزه تبقي تغيري مودك وتاخدي طاقه ايجابيه حضن طفل صغير. صح. فالاحضان دي مهمه جدا للطفل، بيحس بالامان بالحنان بالاحتواء، ما يبقاش عنده فراغ عاطفي زي ما حضرتك ذكرتي. لما اوفر للطفل الاحتياجات النفسيه دي كلها استحاله هلاقي سلوكيات سلبيه، ولا هلاقي عنف، ولا هلاقي عدوانيه مع الطفل، ولا هلاقي المدرسه بتشتكي منه، ولا هلاقيه بيضرب زمايله، ولا هلاقيه مستوى الدراسي بينزل، ولا هلاقي تبول لا ارادي ولا خوف ولا قلق. كل المشكلات السلوكيه اللي بتنتج عن ولادنا كلها اساسها من الاسره. لو وفرنا الاحتياجات النفسيه لاولادنا، ولادنا على قد ما نقدر بنسبه برضو 90%، مش هقول 100%، هيبقوا اسوياء نفسيا. عظيم جدا. نرجع بقى الى مبادره اطفالنا اغلى حاجه في حياتنا. الاسم جميل قوي يا دكتور، بس متداول. يعني ايه اطفالنا اغلى حاجه في حياتنا؟ يعني عايزين تقولوا ايه للمجتمع؟ عشان اطفالنا هم يعني فلذة اجبادنا بشكل عام. يعني دايما انت حضرتك كلمينا عن ماهيه المبادره وايه الخطوات الايجابيه اللي اخذتيها والعاملين مع حضرتك في ارض الواقع. بقى توجهتوا لمين؟ كلمتوا مين؟ يعني نتكلم كده على فعاليات المبادره. هي مبادره تطوعيه خيريه من يعني انضم لينا فريق كبير من الاخصائيين النفسيين والاستشاريين في مجال التخاطب والتربيه الخاصه والصحه النفسيه، ومعانا خبيره اتيكيت، يعني معانا في مجالات كتير قوي تخص الطفل. عظيم. واللي خلاني زي ما قلت لحضرتك ان انا فكرت في الاسم ده، ان فعلا من كتر المشاكل والاستشارات اللي بتجيلي ان انا فعلا صعب عليا الاطفال الصغيرين، ان فعلا احنا محتاجين نوجههم ونوجه اهلهم سواء الاب والام ان احنا ازاي نتعامل معاهم صح. وخصوصا الفتره دي انا بقى يعني نفسي جدا المبادره تطلع للنور، خصوصا الفتره اللي احنا فيها بعد الجرائم اللي حصلت وحالات التحرش اللي بتحصل والمشاكل اللي بتحصل لاولادنا. فعلا محتاجين ننزل المدارس، محتاجين نحط ايدينا كلنا في ايدين بعض كمدرسين وكاولياء امور وكاستشاريين واخصائيين نفسيين، سن المراهقه، المشاكل اللي بتحصل طبعا السلوكيه والاضطرابات النفسيه اللي عندهم. الولاد عايزين يتوجهوا فعلا، عايزين حد يوعيهم، عايزين نتكلم معاهم كتير. في مدارس يقول لك في اخصائي نفسي وفي اخصائي اجتماعي موجود في المدرسه بيقعد يتكلم مع الولاد، بس احنا عايزينها تبقى حاجه اساسيه. يعني مره ومرتين في الاسبوع ان احنا يقعدوا مع الولاد ويتكلموا معاهم فعلا، من اول مرحله الكيجي، من اول ما الطفل يخش المدرسه لازم يبقى فيه الاخصائي النفسي موجود متواجد، ومرتين وثلاثه في الاسبوع يطلع الفصول ونتكلم مع الولاد. بتبقى حصه اساسيه. او دوركم انتوا بقى يا دكتور؟ دورنا احنا هو ده هدف المبادره بقى، ان احنا فعلا ننزل دار الايتام، ننزل، لان مش زي ما قلت لحضرتك احنا مش بنوفر بس الرعايه لاولادنا، مش بنوفر احتياجاتهم العاديه بس او الماديه، احنا محتاجين الاحتياجات النفسيه فعلا نوصلها، ندخلها داخل المدارس والجامعات، ونوعي فعلا الاطفال والطلبه والمدرسين نفسهم كمان محتاجين توعيه. اكيد. لان فعلا بيجي لي مشاكل من المدرسين، في مدرسين فعلا ما بيبقاش عارفين يتعاملوا مع الولاد صح. ونشوف طبعا قصص التنمر اللي بتحصل وقصص التوبيخ وقصص المقارنات اللي بتحصل داخل الفصول. يعني انا بيصادفني كتير جدا بيحصل معاهم كده، وفعلا بتكلم مع المدرسه ان هي تتعامل صح مع الولاد. اذا دي الجزء الثاني او الشق الثاني العملي من مبادره اولادنا او اطفالنا اغلى حاجه في حياتنا. والحقيقه الحديث مع دكتوره دعاء حسين استشاري الصحه النفسيه حديث مثمر ومجدي، وهو بيدينا طاقه ايجابيه وبيفتح لنا طبعا اسباب كثيره جدا ازاي نتعامل مع اولادنا وطرق كثيره جدا، بس ناخدها على محمل الجد. شكرا كل الشكر دكتوره دعاء حسين استشاري الصحه النفسيه، كنت ضيفا كريما معنا في سيدي. ميرسي. ومن الحديث عن الصحه النفسيه للاطفال والتربيه الايجابيه الى الحديث عن كتب الاطفال، موضوع ايضا مهم نحتاج نتكلم فيه مع متخصص، هو دكتور إيهاب القسطاوي مدير كرسي الإليسكو في خدمة الطفولة. ماذا عن كتب الأطفال ليس في مصر فقط ولكن في الوطن العربي؟ بعد هذا الفاصل.